وقفت قدام جوزي بكل برود وقلت: الأكل بتاع أول امبارح هتلاقيه عندك في التلاجة، سخن وكل، ويا ريت تشوف لك حاجة تلبسها بدل القميص اللي قلتلي عليه امبارح عشان مش فاضية أكويه. وكمان أمك اتصلت تعزمنا على الفطار يوم الجمعة، وأنا اعتذرت، عاوز تروح روح لوحدك، أنا مش ناقصة وجع دماغ أقعد أشيل وأحط وأخدم. وحاجة أخيرة، بعد ما تاكل تشيل وتغسل المواعين، ومش عاوزة أي صوت ولا نفس، أنا عاوزة أنام، كفاية طول النهار قاعدة في الشقة لحد ما اتخنقت. طبعا دلوقتي بتقولوا عليا إيه الزوجة دي اللي مسيطرة على جوزها، لكن للأسف ولا سيطرة ولا حاجة. ورده المستفز دلوقتي هيعرفكم ليه أنا بعمل كده. أنا أسمع الناس بتقول عندك الأكل بتاع امبارح، لكن أول امبارح دي غريبة، كده عاوزة تأكلي جوزك حبيبك أكل بايت يا شروق. بس هو غير يلاقي النعمة، الحمد لله. وحاضر، مش هعمل صوت وهمشي على طراطيف صوابعي. وبالنسبة للقميص فالحمد لله إنك ما كويتهوش بدل ما تحرقيه زي اللي قبله. تسلم إيدك يا حبيبتي. شايفين البرود بنفسكم؟ أنا تقريبا من أول ما اتجوزته وهو كده، بحاول أعصبه أستفزه وهو مفيش فايدة فيه. طبعا سمعتكم تاني يلي بتقولولي انتي واحدة ما عندكيش دم، هي واحدة الطول تتجوز واحد زي ده؟ وليه أصلا عاوزة تعصبيه؟ هقولكم الإجابة، لكن قبلها اسمعوا حكايتي من البداية، يمكن تتعاطفوا معايا. أنا اسمي شروق. بعد ما اتخرجت من الجامعة كانت الفرحة مستيعاني، مش عشان طبعا خلصت دراسة لأني عمري ما حبيتها وكانت تقيلة على قلبي، لكن عشان أخيرا هتجوز مصطفى حبي الطفولي وابن الجيران، حب إفلاطوني مفيش زيه. ابتدى بالهمسات والنظرات من بعيد، وبعدها الجوابات وتليفونات اللي بتقعد بالليالي والساعات. وهو قال لي بعد التخرج هيجي يطلبني على طول عشان ما يكونش في حجة عند أهلي. وبالفعل حصل وجيت قدمني، لكن في اللحظة اللي كنت بظبط نفسي فيها عشان أطلع أقدم لهم الشربات سمعت بابا بيقوله: يعني أنت جاي تتجوز بنتي وأنت لسه ما عندكش شقة ولا شغل ثابت؟ أمال هتأكل بنتنا منين إذا ده حصل يعني واتجوزتها بالنظام ده؟ مصطفى توتر شوية ورد على بابا وقاله: إيه يا عمي، ما أنا إن شاء الله هستقر في الشغل ده ونبقى نشوف شقة إيجار، أو يعني بعد إذن حضرتك نسكن شوية في شقة ماما، بس ده مؤقتا أكيد. بابا برق بعيونه وبص لهم بعدم رضا، فبسرعة والدة مصطفى قالت له: هو قصده يعني عشان يوفر الفلوس ويجمع القرش على القرش عشان يشوف لها شقة عليها القيمة. وبعدين الشقة اللي احنا ساكنين فيها كبيرة وواسعة، وأنا والله هكون حماية كويسة. تعالى بس يا حاج شوفها قبل ما تقول كلمتك. مصطفى اتعصب في اللحظة دي على والدته وقال لها: جرى ايه يا ماما، هو انت هتتحايلي عليه؟ ممكن تسكتي احسن طالما احنا بنتكلم دلوقتي وما تتدخليش في كلام رجالة، مش ناقص قرف. لحد هنا وبابا عيونه وسعت وبرق من طريقة مصطفى مع والدته اللي هي كمان كانت ساكتة وما رفعتش ايديها وضربت ابنها بالقلم على قلة أدبه معاها زي ما كان بيتمنى بابا جواه. عشان كده رد بهدوء قال لهم: آسف، ما عنديش بنات للجواز، شرفتونا. بعد ما مشيوا فضلت أعيط وأنهار وأسأل بابا إزاي يعمل كده من غير ما ياخد رأيي. هو مش مستوعب ولا فاهم هو عمل فيا إيه، ولا أنا قعدت أستنى اللحظة دي قد إيه. لكن رد عليا رد كان غريب بالنسبة ليا: يا بنتي يا حبيبتي، ده واحد محترمش والدته، يبقى هيحترمك انت ازاي؟ الواحد تعرفيه بمعاملته مع أهله، وأنا يوم ما هجوزك راجل بجد ما يفكرش يهينك بكلمة واحدة زي ما أنا معيشك هنا معززة مكرمة في بيتك. كنت ساعتها طايشة وما اقتنعتش بالمرة بكلامه، لكن حاولت أعمل كل ضغوطاتي وما نفعتش معاه، وهو كان مصر على قراره. وطبعا مصطفى كان مستاء جدا من الموقف وقال لي بغضب: انت السبب في اللي حصل، قلتلك خلينا نستنى شوية، اتهمتيني ان انا بلعب بيكي، انا اتهزقت في بيت ابوكي. طب يمين بالله لو ما وافقتيش واتجوزتيني وحطيناه قدام الامر الواقع عشان اعلمه الادب، لا هتكوني انت من طريق وانا من طريق. اتصدمت طبعا من كلامه ورفضت رفض قاطع،
لإن بابا ما يستاهلش مني كده، لكن في نفس الوقت حاولت أقنعه نلاقي حل يرضي جميع الأطراف، لكن عدت فترة طويلة والحال هو الحال، لحد ما في مرة أخيرا مصطفى رد عليا بعد ما كان متجاهل كل اتصالاتي وفاجئني وقال لي: نعم، عاوزة مني إيه؟ مش اخترت أبوكي؟ خليه ينفعك، أصل أنا عقبال عندك خلاص هتجوز يوم الأربع اللي جاي وهبعتلك الدعوة كمان. شفت أنا أصيل إزاي؟ ما قدرتش أصدق كلامه وقلت أكيد بعد كل الحب اللي ما بينا بيضحك عليا ويخدعني طبعا عشان أوافق على طلبه. لكن رحت مع واحدة صاحبتي للعنوان اللي مكتوب على الدعوة اللي بعتها ليا واتفاجئت بيه فعلا قاعد بيرقص وفرحان ولا كأن العروسة هي أنا زي ما كان بيحلم ويتمنى. ساعتها دخلت في مرحلة اكتئاب وزعلت جدا من بابا وحملته نتيجة اللي حصل، وما شفتش نفسي غلطانة في حاجة ولا حتى مصطفى، وإنه أكيد اتضغط عليه عشان يعمل كده ومثل قدامي إنه فرحان. لكن بابا ما عجبهوش الوضع، والأول مرة ألاقيه بيجبرني على حاجة وقال لي بعصبية: أنا مش هفضل مستحمل الأسلوب بتاعك المستفز ده، ومش هقعد كل شوية أشرحلك إنه كلب ما يستاهلش ده مع واحدة منك، ولو كان بيحبك بجد كان حارب عشانك، مش مع أول معركة يروح يتجوز ويشوف غيرك. عشان كده اعملي حسابك في عريس اتقدملك أحسن من مصطفى بتاعك ده مليون مرة. طبعا رفضت وعملت مشاكل كتير عشان بابا يرفض الجوازة دي، وفضلت كمان أترجى فيه لما لقيته منشف دماغه إني أتجوز الشخص ده، والأول مرة يتعصب عليا ويزعقلي: فريد هو الشخص المناسب ليكي وأنا مش همشي ورا دماغك، وبكرة هتشكريني لما تعاشريه، وأنا خلاص بلغته إنك موافقة. شايفين الظلم والافتراء؟ انجبرت طبعا واتجوزته، ومن وقتها وأنا بشتغل في الأزرق عشان البعيد يحس ويطلقني. لكن كان دايما ردوده عليا مستفزة بالنسبة ليا، زي مثلا يقولي: اطبخيلي أكلة معينة، أروح أشوف هو بيكره إيه وأعملهوله، ولما يبصلي ويسألني إيه ده أجاوبه بكل برود: إيه نعمة ربنا غيرك مش لاقيها عشان تتبطر على الأكل كل اللي قدامك واحمد ربنا وانت ساكت. معاكي حق، الأحوال الأيام دي بقت صعبة، غيرنا مش لاقي اللقمة، الحمد لله رضا. ساعتها اتعصبت منه جدا وقلت لازم أزود العيار، وحرقت له بدلته في يوم مهم كان رايح الشغل، وابتسمت له ابتسامة مزيفة وقلت بأسف: سوري يا حبيبي، ما اعرفش اتحرقت مني ازاي، وبعدين ما انت كل شوية تقولي هاتي دي وحطي ده، شغلتيني بطلباتك الكتير وانا ماليش كذا ايد يعني عشان اعمل لك كل ده من غير ما اغلط. ابتسمت لما بان عليه العصبية والضيق، لكنه رجع بعد كده اتمالك نفسه وقال لي بهدوء: انا ما باجيش الا على بالليل فعلا، وانت طول النهار بتكوني قاعدة لوحدك فأكيد بتتعبي، ربنا يقويك يا حبيبتي، هلبس غيره وأمري لله، جايز ربنا مش راضي ألبسه النهاردة. أهو فضل على الحال ده كتير ما يتعصبش، ما بيشتكيش مني حتى لما أهلي ييجوا زيارات وأعمل تصرفات قدامهم غلط ألاقيه بيدافع عني بدل ما يشتكي هو كمان معاهم. وأديني لسه عايشة على أمل يزهق مني ويطلقني، لأني طول الوقت شايفة إن أنا محبتوش وهو اتجوزني غصب عني، وأنا ما ينفعش أكمل مع واحد ما بحبوش. وفي يوم كنا راجعين من زيارة من عند بابا طبعا، لأني بتلكك ومش بروح زيارات أهله، وكنا في العربية ولقينا فجأة الطريق واقف، اتوقعنا حادثة هي اللي موقفة الطريق، لكن أنا اتفاجئت بناس بتقول راجل ماسك مراته نازل فيها ضرب. وبالفعل لما فريد قرب بعربيته شوية لقدام شفت منظر صعب جدا، لكن أنا بالنسبة لي كانت الصدمة الأكبر الراجل اللي ماسك الست دي وبيضربها هو نفسه مصطفى حبيبي القديم، واللي كنت هموت روحي من القهر عشان ما اتجوزتوش. ازاي هو بالوحشية دي؟ لا وكمان الأصعب مراته كانت بطنها كبيرة يعني حامل. ما قدرتش أبعد عيوني عن الصدمة اللي بشوفها، بالذات إني لقيت نفسي دققت في ملامح الست وتخيلت روحي وأنا بتضرب بالطريقة دي ومحدش راضي يحوش عني، والكل بيتفرج على أهانتي وكرامتي اللي بتداس عليها بالجزم، غير الألفاظ الصعبة اللي كان بيقولها ليها كمان وبيشتمها هي وأهلها. مفرقش معايا طبعا هي عملت ايه، لأن مش مسموح لأي راجل يمد ايده على مراته بالطريقة دي ويهينها.
في اللحظة دي سمعت صوت الباب جنبي بيتفتح، وفريد نزل وهو متعصب وابتدى يحوش على الست. سامعاكم يا اللي بتشتموا فيا، لأن أنا كمان في اللحظة دي كنت بشتم نفسي بألفاظ عمري ما توقعت نفسي إن أنا ممكن أقولها لحد مش لروحي. ما هي لما توصل إن الشخص اللي أنا حاربت العالم والدنيا كلها عشانه يكون بالوحشية دي، والبني آدم اللي أنا مش مدياله وش وجوزي هو اللي يكون في صفات الراجل اللي بجد وآمن نفسي عليه وأنا مطمنة، يبقى لازم وقتها أفوق وأحس باللي كنت بعمله لروحي. وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير، أنا إزاي ما كنتش أخدة بالي من صفات فريد وقد إيه هو شخص جميل واستحملني كتير وعمره ما فكر يشتكي، وبرغم كل اللي أنا عملته ما فكرش يرفع إيده عليا زي ما بيعمل دلوقتي قدامي اللي كان حب عمري. شفت من بعيد مصطفى بيقل أدبه أكتر على فريد اللي كان ثابت وعمال يحاول يقنعه إنه يروح بيته ويتفاهم مع مراته بهدوء. وهنا خدت بالي من صفة تانية أجمل، إنه بيعرف يتمالك أعصابه، وهي دي الطريقة اللي بيتعامل معايا بيها. روحنا البيت وأنا ساكتة، لكن فريد لاحظ دموعي اللي نزلت وحمدت ربنا لما فهم وقال لي أنا عارف إنك بتعيطي عشان صعبانة عليكي، الست اللي شفناها بتتضرب في الشارع وهي حامل، معاكي حق، منظر صعب جدا، وربنا يهدي الرجالة اللي بتعمل كده. مسحت دموعي وسألته سؤال مهم بالنسبة ليا، هو أنت يا فريد ليه ما عملتش زي باقي الناس اللي كانت واقفة تتفرج ورحت تدافع عن الست رغم إنك ما تعرفهاش؟ إيه الكلام ده يا شروق؟ هو إحنا لازم نكون نعرف بعض عشان نساعد حد واقع في مشكلة قدامنا؟ مش جايز هو بيعمل معاها كده عشان عارف إنها ملهاش ظهر؟ ولحظة زي دي أنا لو ليا أخت مكانها هتمنى إن أي حد يساعدها طالما أنا مش جنبها أجيب لها حقها. لقيت نفسي بقرب من فريد وبقول له بكل ندم، فريد أنا أسفة على كل حاجة عملتها معاك زمان، وعلى أي تصرف صدر مني ضايقك سواء بقصد أو بغير قصد. أنا حقيقي كنت واحدة غبية، لا غبية دي كلمة قليلة كمان، أنا مستاهلكش، أنت جميل قوي، بس أنا اللي ما كنتش مقدرة كل الصفات الجميلة دي فيك. فريد بصلي باستغراب وفرحة في نفس الوقت وقال لي وهو مش مصدق، أخيرا نطقتي، بس مالك يا حبيبتي، اوعي تكوني سخنة وبعد كده هتقلبي من تاني. مسحت دموعي وابتسمت وقلت أمال هتعمل ايه لو قلتلك الكبيرة، هقوم دلوقتي أطبخ لك الأكل اللي بتحبه وهكوي لك كمان البدلة اللي نفسك تتكوي، مش هحرقها ما تخافش، واعمل حسابك والدتك هنزورها من بكرة وهتأسف لها إن أنا ما كنتش بزورها الأيام اللي فاتت. حيلك ايه كل ده؟ هو أنا بحلم ولا انت فعلا سخنة ولا جرالك حاجة؟ لا طمنيني عليك يا حبيبتي، ما هو ايه اللي حصل عشان تتغيري كده مرة واحدة؟ زعلت من نفسي جدا، لكن حاولت أقلبها ضحك وهزار، ومن هنا كانت نقطة التحول. كنت شايلة فريد من على الأرض شيل حرفيا لدرجة أهلي وأهله كانوا بيضحكوا على الدلع اللي أنا كنت بدلعهوله، والرجالة بتحسده، وهو كمان للأمانة ضاعف معاملته الكويسة معايا. وده خلاني إني لازم أعترف وأقول بصراحة إن أنا حبيته، وهو لازم يتحب يا جماعة، هو واحد بالجمال ده يتساب برضه. أنا اكتشفت أصلا إنه قايل لأهله اللي ما كنتش بصورهم عني كلام حلو عشان يحسن صورتي، وحاجات كتير قوي حلوة أنا ما كنتش مقدراها ولا شايفاها من البداية، عشان للأسف كنت هبيع الغالي بالرخيص. وأنا هنا من موقعي الأخير قاعدة على سجادة الصلاة عمالة أدعي وأشكر ربنا كل يوم في صلاتي إنه سترها معايا وما كنتش ضحية مصطفى اللي والدي زمان حذرني منه وقال لي الشخص اللي يعامل أهله بعدم احترام عمره ما هيكون راجل ولا زوج مناسب. تطمني على نفسك معاه، قد إيه اختيارات ربنا جميلة، لكن إحنا اللي بنبقى شايفين الوحش بس. حطيت إيدي على بطني الكبيرة، ما هو أنا نسيت من الفرحة بقيت حامل في الشهر الخامس وهجيب ولد زي القمر وهسميه طبعا فريد. عارفة هتقوله زي اللي حواليا بقيت أوفر في حبه كأني معرفتش راجل غيره في حياتي، لكن هي كده فعلا. وفريد كمان سعادته ما كانتش تتوصف بالتغير اللي أنا بقيت فيه. أصل أعمل إيه، العشق غلاب، وأنا عشقت الراجل اللي يستاهلني بجد، زوجي العزيز
وأبو ابني مقدما.